بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل جمهور الهلال، نقول لهم كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. وحقيقة الزول ده يتكلم في الفيديو ده عن الواقع الراهن اللي كان لابد الزول يطلع يوضح فيه بعض الحقائق. في المحور الأول بنتكلم عن الهزيمة اللي حصلت من المفاجأة، وهو المفاجأة اللي حصلت من الأهلي المصري. بواقع الحال يعني أنا شخصيا زي ما قلت قبل كده، ما الكرة دي أصلا خسارة أو فوز أو تعادل وعادي جدا بتحصل، زي ما مانشستر سيتي ناس متابعة الدوري الإنجليزي أخذ 7 من ليفربول وجا ليفربول، يعني كده دي الكورة كده، يعني أنت مرات بتكون في أحسن أحوالك وبتتهزم. والناس لو ملاحظة إنه لنا زمن طويل ما لعبنا مباراة في الليفل ده. أنا بقول صن داونز أحسن فريق الآن في القارة، يعني بستبعد الأهلي يعني زي ما بقولوا أنا بالنسبة لي غلبني فيه أنا ما أديت، لكن برضه في عوامل أثرت. يعني أنا بالنسبة لي عناصري ما قل من، لو ما أحسن من عناصر الأهلي ما قل منهم. يعني الكلام ده لو الناس رجعت للكورة الأولى لما كنا مساويين ما بدون جمهور الناس شافت الفريق شنو. لكن في مصر كان في عوامل أخرى أدت للهزيمة، بقول هزيمة مفاجأة. لأنه يعني بالنسبة للأهلي فريق عادي، يعني الأهلي الآن موجود الآن ده والله فريق عادي، ما فريق اللي بيهزم الهلال، لكن قدر الله ما شاء الله فعل. دار أتكلم عن الموضوع بتاع الساعة بتاع الأهلي، إنه الهتافات العنصرية. طيب أنا دار أرجع ورا شوية من الكورة الأولى اللي لعبوها هنا ده، اللي هي في البداية الناس حقوا تفهم إنه الأهلي ده بالنسبة له هو المفروض الهلال لما يهزمه بجميع النواحي. يعني لما جو السودان يتفاجئوا بالمستوى، يتفاجئوا بالنتيجة، فبقوا دارين يعملوا أسباب وأعذار عشان يقولوا إحنا هزمناه للأسباب دي. لكن الناس لو متابعة الكورة في الأساس تكون المفروض تكون 3 أو 4 لو لا صوت طالع. الشيء اللي حصل كان في الكورة دي إنه يعني الجماهير لو بالغ قول 300 فيها، يعني يقول 100 من المصريين و200 سودانيين، ده الجمهور اللي كان موجود. الشيء اللي حصل كان بعد الكورة الناس اللي هو اللعيبه، حتى لعيبه الاهلي ما كانوا مهيئين انه يهزموا، يعني ما متوقعين الهلال انه ممكن يهزموا الهلال، او المفروض الهلال ما يهزموا اساسا، يعني كبشر كده المفروض احنا ما نهزم الاهلي ده، المفروض الاهلي ده قدر ما يلاقينا يهزمنا. فبيقوا بعد الكوره هم انا قاعد يعني ما قاعد في المقصوره، قاعد اتحد مع الجماهير، هم اللي بدوا يدعوا بالكريستالات. انا نزلت بنفسي وقفت لحدي مع اخر لاعب من الاهلي خش الغرفه، كان انا الشيء شايفه انه حريصين انه يصوروا، ما حريصين لعلي سلامه بعثته بالمره. في ناس زعلت من التصريح حق اللي كان في قناه مصريه ان انا قلت اتمنى صعود الاهلي. انا كنت نحن بالنسبه لنا الكوره زي ما قلت الكلام ده قبل كده، بالنسبه للكوره دي دارنا يعني فهمنا العام انها تجمع وتغول العلاقات بين الناس وبين الشعوب وبين السودانيين في بعض اكثر من تفرق. ده فهمنا العام في الكوره كده، اذا ما ادت لكده ما في داعي لها، يعني ما ده فهمنا العام كده. والكلام الناس لو لاحظت نحن من السنه اللي فاتت بدينا مع الحمد لله عندنا علاقات قويه مع كيب تاون، عندنا علاقات مع صن داونز، الان عندنا علاقات مع الشباب التنزاني، مع سيمبا، مع معظم فرق الغار الان، مع تونجينة السنغالي، مع كاس سبورت، كله عندنا معاهم تواصل وناس محترمين جدا وبيحترمونا واحنا بنحترمهم. حتى الناس لو لاحظت في الزياره بتاعت تنزانيا دي، وانا من هي بحيي كل جماهير تنزانيا، الجماهير المحترمه جدا، جماهير عزام، جماهير سيمبا، جماهير الشباب، وبحيي كل تنزانيا شعبا وحكومه لانه بيحترمونا وبيقدرونا. والزول لما يمشي تنزانيا بيتمنى يمشي ثاني، يعني زول بيكون سعيد جدا بالاحترام وبالتقدير، وهم بيفهموا كره القدم، يعني بيفهموا. يعني احنا لما لعبنا ضد الشباب بالمناسبه لعبنا في جمهور اكثر من حق الاهلي ده، ما قل من 60,000، لكن لا في زول قال كلمه فارغه، لا بالعكس احنا استمتعنا. وبعد الكوره حيوه يعني قلنا هارد لك، يعني نتيجه وفريق محترم، وللان في تواصل بيناتنا.
طيب نحن كل فريق بنلاقيه وقاعد نكرمه حتى في الدوري السوداني وقاعدين ما عن فراغ، لانه دايرين نخلق تواصل. انا ذاتي كنادي داير استفيد منهم هم. نحن اكيد عنده تجربه في الحياه وعنده تجربه في اداره النادي، بنستفيد منه، بنساله، بيسالنا. يعني اي فريق لاقيناه استفدنا منه وبقى بيناتنا تواصل. اخر فريق نحن لاقيناه فريق صن داونز، كان بعد الكوره اللي عدلنا فيها هنا ده عزمناهم عشاء، تونسوا معانا، وحتى لاحظوا قال لي يا اخي انتم الان فريقكم ما شاء الله انتم في 6 شهور عملتوا فريق محترم، عندكم عناصر محترمه. بدا يزاني ده من وين وده من وين. قال لي يا اخي انتم، انا لاحظت انه انتم جمهوركم حساس جدا. قال لي انتم هسي لو حصل لكم زي اللي حصل لنا. قال لي نحن 4 سنه بنجي اول المجموعه، ال4 سنه بنطير من دوري ال8. حتى السنه اللي فاتت نحن عندنا جول في الدقيقه 90 المفروض يصعد بيننا دور 4، الحكم ما حسبه غلطان، ما قلنا حاجه. فدي كره القدم. قال لي كره القدم احلام، كره القدم هي الهدف منها. والان قال لي كره القدم يعني سحر، بقت عندها سحر عند الناس، هي اللي بتطور الناس. يعني قال حتى ضرب لي مثلا، قال لي يا اخي الارجنتين الان شاركت كاس العالم وهي فقيره جدا، لكن اي ارجنتيني بيرفع راسه بيقول انا اي كان دو ذيس، انا كارجنتيني انا شلت كاس العالم ممكن اعمل اي شيء. فقال لي انتوا يعني اي صح في السودان شغالين في ظروف صعبه، لكن احنا في صن داونز نفسي فهمكم ده شغالين به وبنطور في فريقنا ما واقفين. فانا قال لكم ما تحبطوا ولا تقيفوا، فدي كره القدم. فتونسنا معاه واستفدنا منه، بقى فينا تواصل بالتليفونات، وحتى نحن متفقين معاه على مباراه وديه. ما تبع لقينا فراغ يا يجونا يا نجيهم، واتفقنا انه نطور حتى تيمنا الفني، هيكون عندنا زياره اليوم الحمد لله ماشيين كويس. لما جاء الاهلي نحن حاولنا، النادي الوحيد اللي زول غلبه زي ما يقولوا انه يتواصل مع، يعني ليه؟ لانه زي ما قلت انا الحي اللي وصلت من الملخص انه نادي من اداره لجماهير، انه هم خاطرين رقبتهم في برج عاجي، انه هم المفروض ما بفريق يصل لمرحله او يتجرأ ساي يهزمهم. الشيء اللي حصل في مصر ده للاسف نحن مشينا من هنا، خشينا الكوره. انا خشيت مع اللاعبين، ومعي الاخ الفاضل التوم، ومعي دكتور علي محمود من الاتحاد العام. خشينا طوالي، جينا خشين بالمدخل الرئيسي، الجمهور جدعنا بالباغات. طيب بدينا تكلمنا مع المراقب، ده الحاصل. بعد شويه الاستاد كله، انا افتكر انه الشغل كان مرتب، يعني كان مسرحيه وكانوا عاملين لها بروفات. المراقب بيصور وبسجل. بعد ذاك نحن جينا قاطعين الشيء. انا في دار انبه لحاجه، نحن جينا قاطعين الميدان، ماشيين من الحته اللي جايه لحد المقاعد الحتات المخصصه لنا، ماشيين في نص الميدان انا ومعاي الفاضل التوم ومعاي دكتور حسن علي عيسى ومعاي دكتور علي محمود. من نص الميدان شغال فينا العبيدهم. حتى الفاضل التوم زعل جدا، كلنا زعلنا. يعني انا بقول انه القصه دي كانت مرتبه، يعني كانوا عاملين لها بروفا، كانه يعني ما ممكن يكون الاستاد كله بصوت واحد، كانك انت يعني بس مع مجندين بتاع الجيش، يعني ناس مرتبين شديد، يعني شغل مرتب جدا. نحن دمنا فار جدا لحد ما حصلنا. دار بس انبه لحاجه، انا اقول في محلل كده ما اعرف اتصل، شفته في فيديو لعمرو اديب، وفي واحد برضه في ميدو، كابتن ميدو من هنا، بقول له هو بقول العبيط، بقول له انت عبيط، انت العبيط يا اخي. نحن دمنا فار بكلمه العبيد دي. انا واحد من الناس والله دمي فار. في يومين انا بفكر في الهزيمه وبفكر في الاساءات العنصريه دي. الناس بيقولوا لي العبيد هم، انت تجي في تحليلك تقول لا هم بيقولوا العبيط، بقول لك والله انت عبيط يا ميدو، انت العبيط. فانت لو انت في نفسك، انت ما كنت لعبت في اوروبا، لو كان قال لك الكلمه دي في هولندا ما اظن انك كنت بتكون مرتاح نفسيا. فالشيء زعلتنا زياده انه اعلامنا الان بيروج، بيحرف في الكلمه اللي هي نحن واضحه جدا، نحن من نص الميدان يعني بالعربي كده مسيريننا سيره. احنا الاربعه دول ماشيين في نص الميدان، نقطع نمشي بهناك، بيكونوا فينا العبيدهم. حصلنا الكراسي الفي اي بي. اول شيء نحن هنا لما جو في السودان نحن محترمينهم، مدينهم في اي بي، ومدينهم في اي بي كميه بتاعت كراسي. الفي اي بي ما ادونا الفي اي بي، وهدونا حتى كراسي محدوده. يجي ذول فينا يقول لا في فلان جاي. حتى الدكتور حسن عيسى يعني في النهايه استعجل وانا ما قايم، ده تسووه. قعدنا الناس دي المويه، يعني مويه مسيخه بدونا لها، مويه شراب كده ذات الكريستال دي يخليك من اي ضيافه ثانيه. مع انه انا اي نادي مشينا له والله يعني بيحترموك لما انت بتخجل.
واثناء ما قاعدين برضه قاعدين نسمع في الهتافات، نحن قاعدين في في اي بي دي ما قصروا معانا، باقي الناس ما قصروا معانا، نحن بس بقينا دارين الكره دي 200 تنتهي بدون ما نعمل مشكله. الكره انتهت برضه كلام فارغ وكلام شين. في واحد منهم جاء داير يسلم علينا، بنسلم عليه، كيف ما نسلم عليه؟ برضه نبذونا. فهم زي ما يقولوا بعد ما قتلونا ودفنونا عايزين يجي يشيلوا يعني يسلموا علينا. ف ده باختصار. بعد ذاك لحد ما نمشي برا طبعا مليون كلمه فارغه، مليون لفظي، مليون يعني. حتى الفاضل في المقصوره بالمناسبه انا مسكته كان عايز يتضارب مع واحد من الناس ادارتهم، ضرب دق عديل، لكن والله انا مسكته جريته جرقه اسد نحتسبها بس لله، لكن الايام دول. فده الشيء الحاصل بالضبط كده لحد ما طلعنا من الاستاد لحد ما مشينا. ده انا دنيا رمضان والله على ما اقول شهيد. ويعني ما بنحتاج يعني معانا ما اقل من 5 6 7 سودانيين معانا، منهم الفاضل، منهم مندوب الاتحاد العام، منهم كلهم قاعدين وشايفين بعيننا سامعين باذاننا زي ما بيقولوا، سمعوا شوف. يعني الكلمه يا ما عبيط الا انتوا عبطاء، لكن الكلمه العبيده هم، وكلام كثير جدا فارغ، كلام وسخ جدا. فالجو كان مكهرب جدا، الناس حرصوا عليه، وانا متاكد تماما الاهلي او الاداره بتاعته كانت شاطره انها تكهرب الجو عشان تمرق لاعبيننا. الكره دي لو كانت فير وتلعبت بدون جمهور زي ما تلعبت في السودان، الاهلي لو ما لعب، الاهلي لو لعب ما 90 دقيقه، لعب 900 دقيقه ما بيغلبنا، ما بيغلبنا. كوره كده كوره كده بدون جو مكهرب ما بيغلبنا. فالحمد لله على ما اراد الله. وانا بعد ذاك صرحت بالمناسبه قلت وانا على كلامي انه نحن راجعين ان شاء الله القرعه توقعنا ثاني ونرد لهم الجميل. الكلام ده انا هو ما قصد به المصريين، كل الفرق المصريه، كل الشعب المصري فوق راسنا، كل الفرق، الزمالك، الاسماعيلي، كلها فوق راسنا. لكن انا بالنسبه لي الاهلي ده بقى عندي معاه تاريخ، عندي معاه باقي حساب. كون انا احترمك واقف لك انت تجي تسيء لي وتنبذني بجميع الالفاظ الممكنه والغير ممكنه، انا ما بقبل لك. وانا بقول انه القصه دي كانت مرتبه جدا. يعني العبيد هم لما يجينا ماشيين كل الاستاد ما فيه 50، فيه ما اقل من 80، كان مليان عن بكره ابيه. كل الاستاد نفس الهتاف. فكان القصه مرتبه جدا. هذا كان عاملين لها بروفات، القصه كانت مرتبه جدا. فنحن ما دعاة فتن ولا دعاة مشاكل، بالعكس مسامحين جدا. والناس لو رجعت للكوره بتاعتنا كل اللي لعبناه فريقيا، كل نادي احنا لقيناه وكرمناه واستفدنا منه واستفاد منه، والى الان بيناتنا في تواصل وفي محبه وفي ود بيناتنا. لكن دي يعني مع احترامي لهم دي فريق مفتري واداره مفتريه، وللاسف اعلام مفتري داير يحكي يعني سمعنا باذاننا وشفنا بعيننا داير يحوره. فدي مصيبه. المصيبه ما في انك انت تغلط، المصيبه في انك تنكر الغلط. ده كلام ما منطقي بنقبله. وده الشيء الحاصل بالضبط، وان اقول للناس ونحن شاهدين وسامعين وشايفين بعيننا وباذاننا، ما كلام بتاع ونسه ولا قالوا لي زي ما بيقولوا. كويس. طيب انا بالنسبه لي اتكلم في محور ثاني بالنسبه لفريق كره القدم. طيب زي ما انتم شايفين الفريق ده حصل فيه تغييرات كثيره جدا، وما في فريق يا جماعه بيتبني بين يوم وليله، ولا فريق بيدخل كل الخانات وكله في نفس اللحظه. فالناس اجتهدت ولسه مجتهده ان شاء الله. حقيقه الناس اصابها احباط من الكره حصلت دي، وانا بقول والله يعني فعلا في استرخاء كان وفي تهاون وما عارف. لكن برضه الجو الناس لو كانت قاعده في الاستاد كان بتشوف الشيء الحاصل شنو بالضبط. ونحن كنا اقرب بالمناسبه للصعود، كنا اقرب للصعود من السودان، لكن يعني قدر الله ما شاء الله فعل. فالناس ما يعني زي ما بيقولوا ما تحبط ان شاء الله. ان شاء الله الناس مستمره ان شاء الله. ونحن الفريق الوحيد في المجموعات كان في كونفدرالية الابطال اللعب بدون جمهور. لا احنا الفريق الوحيد في المجموعات دي كلها لاعبين بدون جمهور، يعني زي حققناه دي حققناه بدون جمهور. وانتم عارفين الجمهور بالنسبه لنا خصوصا للهلال السوداني بيساوي شنو؟ يعني اذا كان الجمهور لفريق الرقم 12، نحن بالنسبه لنا الجمهور رقم 12 و13 و14 و15. انا عارف الكلام ده. فالحمد لله
لحد ما نحن نقول بنينا ما اقل من 65 ل 70% من عظم الفريق حقنا. الان نحن ما زي ما قلنا قبل كده ما بنهدم الشيء اللي بنيناه، ونحن الشيء اللي بنيناه ده بنصلح، بنشوف الخطا وين، بنمشي لقدام ان شاء الله. نحن بنطلب من الناس ان شاء الله تصبر معنا وتساعدنا وتقيف مع فريقها وما تسمع يعني ما في اي مشاكل. حتى في ناس طلعوا قالوا في مشاكل بين منو وبين التيم والجهاز الفني، ما في والله ما في مشاكل، بل بالعكس كل التيم، اللعيبه لجهاز فني لاداريين كانوا زعلانين جدا. والله الكره دي لو بكره بعيدوها بكره نمشي القاهره، لكن المهم قدر الله ما شاء الله فعل. طيب الان نحن بنتكلم عن مشكله الجمهور، واللي هي نحن المفروض عندنا صيانه بتاعت الاستاد. بعد ذاك نحن بالمناسبه الفريق الوحيد برضه اللي عندنا رعايه، التيشيرت بتاعنا فاضي، هذا باقي الفرق، ولا في دوله قاعده تدعم الناس ما شايفه، ولا في حكومه ولا في جهه ولا في ما في اي حاجه. الناس شغاله زي ما بيقولوا بموارده وبتتقطع عشان توفي وتمشي قدام، وما واقفين ان شاء الله بدعوات الناس، بتكاتفها، بتعاضدها. ما بنلتفت للدعوات الهدامه، بننظر للناس اللي بتخلق واللي بتبني النجاح. بالنسبه لصيانه الاستاد طبعا المفروض نحن نبدا فيه من الان. انا بعد المباراه قعدنا مع اخ الرئيس والفاضل التوم، اجتمعنا قلنا دارين نعمل استادنا نبنيه بايادينا ان شاء الله، وهو وافق جدا، وان شاء الله في الايام الجايه دي حنبدا طوالي. ومن هنا بنفتح باب الدعم والمسانده والمساهمه في تشييد الاستاد. نحن دارين بننظم مواقف كثيره، نجتهد قبل شهر 8 ان شاء الله السنه الجايه نكون قبل شهر 8 السنه دي نكون خلصناها. انا بدعو جميع الجماهير وجميع بالذات الروابط الخارجيه في قطر، في السعوديه، في امريكا. الهلال الان الهلال ما محتاج تنظير، ما محتاج لكلام، ما محتاج لكتابه، ما محتاج، كل الناس شغاله، كله شغال في دور، وشغال والله شغال بخالص النيه. محتاج لدعم مادي. انا بدعو بالذات الروابط الخارجيه انه الناس تجتهد تساهم معانا في تكمله نواقص الاستاد. وفي يعني الان في عندنا برامج دعم فكر، اذا كان من بطاقه الهلابي، اذا كان من حتى لينبوك عندي زول، حتى عندنا عملنا حساب خارجي بيقبل حساب من قطر، من السعوديه، بيقى مساهم من اي حتى الروابط دي تجتمع تدعم. الهلال ده ما حق زول ولا حق الصوبات ولا حق جان ولا حق اي، الهلال ده حقكم انتم كلكم. يجب الناس تجي في يد واحده وتتكاتف. وللاسف الناس ما دعاين، يعني ما تهدم انت، يعني ما في حاجه بتتبني يوم من يوم، اصلا ما في فريق بتبني بين يوم وليله. اصلا اذا كان اي فريق جا في نفس السنه شهر الكاس، لا، نحن من الاول لو بتتذكروا قلنا نحن الان السنه اللي فاتت صعدنا لاحسن 18 في افريقيا. انا الان براهنكم الهلال لو ما في احسن 10 في افريقيا، في احسن 5 فرق. الان براهن على الحاجه دي. نحن ماشيين قدام ان شاء الله، وما في زي ما قال لي نائب الرئيس بتاع صن، ما في حاجه بنت بني يوم، يعني ما في كوره بدون هزايم وبدون تعدي، ما في. يعني قال لي لازم والناس تتعلم وتبني من غلطها والناس تتطور. فنحن بنقول لكم ما واقفين. والان ان شاء الله الان المعركه الحقيقيه حقتنا بالنسبه لموضوع الشكوى مع الاهلي، في تيم فني كامل شغال في القصه دي، وحقنا زي ما قلت قبل كده ما بنخليه. ما عندنا اي عداوه مع اي فريق مصري اخر ولا مع الشعب المصري، ما عندنا عداوه مع اي زول، بس نحن وانا بالذات ونحن كهلالاب ان ظلمنا وسمعنا الفاظ عنصريه وسمعنا بذاءات كثيره جدا، دارين حقنا، لكن ما عندنا اي حاجه، يعني ما نسمع عشان ما تحور الموضوع، ما عندنا بس حقنا دار نخلصه. كله ما بنتمناه، لكن ما عندنا، بل بالعكس نحن اصلا لا بتاعين مشاكل، ولا بل بالعكس المشاكل بتشتت. نحن بقدر الامكان قاعدين نتحاشى المشاكل، بنشتت جهودنا، بنشتت تفكيرنا. نحن كل تفكيرنا صابينه لتطوير الفريق وللارتقاء لقدام ان شاء الله، لانه المشاكل دائما بتشل الفريق وبتشل الافكار ونحن دارين نوجه كل طاقاتنا فقط للتنميه وللتقدم ولازدهار الهلال، فما دارين نتنشل. لكن دي بقت حكايه ثانيه وبقت حق لابد اننا ناخذه. فانا ما قلت بالمناسبه للاهلي انه نحن راجعين لكم، لا
ما عندنا نحن ناخذ حقنا بالقانون، زي ما اول شيء بدأوا بالتذاكر بالقانون، شلنا 2000 ونص اصلا، بس حقنا ده نشيله بالقانون وما بيغلبنا. وقلت قطعنا علاقتنا بالاهلي لانه ما بتستحق بكل صراحه. الاداره والناس اللي قاعدين الان ديل هم اسباب المشاكل، ما بيستحقوا نتواصل معهم. الان علاقاتنا نطمن الناس، علاقاتنا والله مع كل الفرق الافريقيه الحمد لله 100%. ومن تليفوني ده اي رئيس نادي قاعد اخش عليه بيحترمني وبحترمه، لانه في ناس محترمين. فالان يبقى احنا نتفق على حاجه. الهلال انظلم من الجمهور حقه، والهلال لو كان بجمهوره والله ما في فريق بيقف معنا جوا استادنا ده. لكن قدر الله ما شاء الله الان، قدر الله ما شاء الله فعل. الان نحن بنوجه نداء لكل الاخوه والجماهير انه من بكره يبدوا مساهمه في تكمله نواقص الاستاد، ونحن ان شاء الله مجتهدين جدا لحد شهر 8 يكون خلصناها ان شاء الله. وجزاكم الله خير، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله الهلال دوما الى امام، ونظر الله التوفيق وفي هذا الشهر الكريم. جزاكم الله خير.